أيها الكرام، أن هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام ذات طابع خاص. هسه الآن والدي يحب بنته، شو يريد يجيب لها يا إخوان؟ يجيب لها هدية مثلا ثوب، مو لا، لكن علاقة الزهراء عليها السلام بأبيها علاقة تختلف. وإذا دققنا وراجعنا نجد أن الهدايا التي أعطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابنته كانت هدايا ذات طابع خاص. ما الدليل على ذلك؟ شواهد كثيرة إخواني، أنتخب شاهدا واحدا. يوم من الأيام جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلوح أخضر وقال: يا رسول الله، هذا هدية من الله إليك فاقرأه. فقرأه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم أهداه إلى ابنته فاطمة عليها السلام. وفي هذا اللوح إخواني، حديث اللوح أغلب الإخوة سامعين به، هذا اللوح إخواني فيه أسماء الأئمة ومهامهم، كل إمام باسمه وشنو مهمته، واضح لو لا؟ الطريف في ذلك إخواني أن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: دخلت على الزهراء عليها السلام وكان بين يديها لوح أخضر، فقلت لها: سيدتي ما هذا؟ فقالت: هذا هدية من السماء إلى أبي وأهداه لي. فقال جابر: هل أستطيع أن أقرأه؟ فقالت فاطمة عليها السلام: تستطيع. يقول جابر: فقرأته فحفظته. وهذا إخواني مو عجيب، سابقا العربي يعني قصيدة 100 بيت أو أكثر من ذلك يحفظها بمجرد أن يقرأها مرة واحدة، هذا ليس غريبا. الإمام الباقر أيها الأحباب لما التقى بجابر بن عبد الله الأنصاري بعد فترة من الزمن قال له: أنت دخلت على أمي فاطمة عليها السلام وكان بين يديها لوح أخضر، هل أنت حافظ له؟ يعني هل أنت حافظ لهذا اللوح؟ قال: بلى يا ابن رسول الله، أنا حافظ لهذا اللوح، وحتى اسمك فيه ومهمتك، حتى اسمك يا محمد الباقر موجود به ومهمتك، وكانت مهمتك يا محمد الباقر اصطنع الأمة، يا محمد الباقر اصطنع الأمة. فقال له الإمام: إذا أنا قرأت لك هذا اللوح هل تستطيع أن تقارنه مع ما حفظت؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. فقرأ له الإمام، فلما انتهى الإمام قال جابر: يا ابن رسول الله، هذا الذي قرأته بين يدي أمك فاطمة، والله، يقسم جابر، والله ما خالف حرف حرفا. فقال له الإمام: هذا نحن نتوارثه كابر عن كابر. هذا إخواني شاهد أتيت به على علاقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزهراء ذات طابع خاص، وأترك بقية الشواهد لوقت لاحق إن شاء الله.